انسي بقى ان كفتة الفراخ تنشف او تفك منك بعد الطريقة ديت. هتعمليها مرة كل اسبوع، طريقة سهلة وبسيطة، والكفتة بتطلع جوسي وطرية وفي نفس الوقت مستوية حلو، وولادك هيحبوها جدا. تعالي شوفي طريقتها معايا، سهلة جدا. المقادير ديت لكيلو من صدور الفراخ. معايا بصلتين كبار وقرن فلفل رومي احمر واخضر، ولو عندك قرن فلفل حار ممكن تحطيه. لازم تضربيهم كويس جدا في الكبه لما الخليط يبقى ناعم معاكي، وتبداي تصفي الخليط. احنا مش عايزين الميه دي دلوقتي، بس اركني الميه معاكي على جنب. معايا هنا كيلو من الصدور هنزل عليه بالخلطه ديت، وشويه من الكزبره الخضراء كده بتخلي ريحتها حلوه جدا، وثلاث فصوص من الثوم، وملح وفلفل اسود، بابريكا مدخنه او بابريكا عاديه عادي، ومعلقه من الجنزبيل البودر، ومعلقه من بهارات الكفته، وربع كوبايه كده من الزيت النباتي او زيت الزيتون. واهم خطوه بقى تبداي تعجني الخليط ده كويس جدا. العجن بيخلي العجينه تبقى متماسكه جدا وما تتفكش منك اثناء التسويه. بعدين هسيبها ترتاح في التلاجة شويه. هعمل معاها سلطه حلوه قوي، سلطه البصل. معايا بصل مقطعه حلقات كده، وشويه كزبره خضراء، ومعلقه كبيره من السماق. السلطه ديت بتفتح نفس جدا وحلوه جدا جنب اي مشويات، يعني جربيها وان شاء الله تعجبك. وهنا بعد الكفته ما اتشمعت معايا شويه في التلاجة، ومعايا ميه البصل، ابداي شكليها بقى على اي حاجه عندك، على معلقه، على اي حاجه. المهم بس تعملي فيها تجويف من الداخل كده عشان الكفته ما تبقاش مكتومه وتستوي معاكي كويس. شكليها، طريقه تشكيلها سهله وما بتتفكش ابدا. جربيها بس وبالطريقه ديت وان شاء الله تعجبك جدا. ممكن بقى تعمليها هنا جنب مكرونه، جنب شويه رز بسمتي، بعيش، جنب سلطه الطحينه. لو انت طالعه مصيف او اي حاجه ممكن تجهزيها كده بس متصبعه وتاخديها على التسويه، تفرزيها وتاخديها على التسويه، او ممكن تسويها وتاخديها هناك على التسخين. بتبقى حلوه جدا ومنجزه في عمل السندوتشات وكده، والعيله هتحبها جدا. مش هنسويها في الفرن ولا اي حاجه، في طاسه على النار كده هنزل بمعلقه من الزبده او معلقه من السمنه او الزيت، وتبداي تسوي الكفته على يعني ايه، النار متوسطه كده. بس اهم حاجه تقلبي فيها على كل وش شويه، وعلى الجنب والحاجات دي. بجد طريقتها حلوه، ومش هتخليكي تولعي فرن ولا تتبهدلي في الحر. زي ما قلت لك لو طالعه مصيف هتبقى منجزه معاكي جدا. بتاخد حوالي 15 دقيقه في التسويه، تطلع حلوه ومستويه ومش بتنشف ابدا. بجد الوصفه تستاهل انك تجربيها، وانا متاكده ان شاء الله ان هي تعجبك. هنا خلاص بدات اخلص تسويه. ابدا افرد البصل كده. السلطه دي كفيله ان هي تفتح نفسك على اي اكل، بصراحه حلوه جدا، مع شويه عيش مع سلطه الطحينه. زي ما انتم شايفين الكفته طالعه مستويه ومش ناشفه خالص. ناس كتير قوي بتشتكي ان كفته الفراخ بتنشف وتبقى مش حلوه خالص. لا، جربيها بالطريقه ديت بنفس التسويه بالظبط. لو عايزه تعمليها في الفرن اهم حاجه دخليها على نار عاليه جدا، وتاخد حوالي يعني 10 دقايق بالكتير في الفرن عشان ما تنشفش. جربوها وان شاء الله تعجبكم. لو عجبتكم الوصفه اعملوا لي متابعه، واعملوا بس مشاركه للفيديو عشان ناس كتير تشوفه وتستفيد. وشوفوني ان شاء الله في فيديو جديد.